قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبيه أبي طالب، يقول إمامنا علي: من صلى ليلة الثالث من رمضان 10 ركعات، الذي يصلي هذه الصلاة الله يعطيه أجران أو أجرين، أجرا دنيوي وأجرا أخروي. أما الأجر في الدنيا، أصحاب الحوائج اسمعوني، يلي عندكم ديون، يلي عندكم قروض، يلي خائفين، يلي الآن ما عندكم أمان، يلي عندكم مشكلة بالجنسية وأمثال ذلك، أي مشكلة اللي عندك مشكلة بالجواز، عندك مشكلة في مدرسة أطفالك، ما أدري شنو حاجتك، عندك مشكلة أولادك يريدون يتزوجون، بناتك بالبيت، بنتك متزوجة ما يصير لها عيال، ابنك متزوج ما يصير له أولاد، شنو حاجتكم؟ الإمام علي سلام الله عليه يقول: من صلى هذه الصلاة تفتح له أبواب السماوات. شوفوا إخواني، في شهر رمضان الحديث المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيها الناس إن أبواب الجنان مفتحة عليكم في هذا الشهر. أبواب الجنات مو بس السماوات مفتحة. هالليلة الذي يصلي هذه الصلاة 10 ركعات، وراح أقول لك التفصيل وتاخذ ساعة وقت، أعطني ساعة خذ خير الدنيا والآخرة. يريد رجال هذول المصلحون قالوا سمعنا وأطعنا. كثير من الناس يروحون ينامون، ولكن كثير من الناس عنده شغل دنيا آخرة، سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. قلت البحث الأول هذا كان القسم الأول، الذين قالوا سمعنا وأطعنا لهم خير الدنيا والآخرة. ماذا أصنع حتى الله يجعلني من العتقاء من النار؟ قال علي بن أبي طالب سلام الله عليه: من صلى 10 ركعات في الليلة الثالثة، وهي هذه الليلة من رمضان، أولا تفتح له أبواب السماوات. يعني ورا ما خلصت الصلاة شيل إيدك قول: إلهي ديون عندي، إلهي عندي مشكلة جواز، إلهي عندي مشكلة، شنو مشكلتك أنا ما أدري. هذا واحد. ثانيا أهم من هذا كلام علي بن أبي طالب، وهو باب علم رسول الله. علي بن أبي طالب نفس رسول الله بنص القرآن. علي بن أبي طالب يقول فيه رسول الله: علي مني بمنزلة الرأس من البدن. يقول إمامنا وسيدنا علي: من صلى هذه الصلاة في ليلة 3 رمضان نادى مناد في السماوات: ألا إن فلان ابن فلان من عتقاء الله من نار جهنم. خلاص. هاي المعادلة الجميلة خلوها أمامكم. الحين أنت من أي قسم؟ من قسم اللي يعمل، الله معطيك أدوات العمل، علم. الآن هذا العلم أخذه، قدرة عندك، إرادة يريد، وحدود العمل من الأنبياء والأولياء، من وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة تأخذ ساعة وقت، شلون؟ 10 ركعات بنية صلاة هذه الليلة، كل ركعتين بتشهد وسلام، يعني 5 ركعتين، 5 أزواج، يصير 10 ركعات. كل ركعة بعد الحمد 50 مرة تقرأ قل هو الله أحد، سورة التوحيد. سورة التوحيد 50 مرة تاخذ أقل من 5 دقائق وقت. جربوا شوفوا، أخذ بيدك مصباح 50 مرة قل هو الله أحد. طيب كل ركعة 5 دقائق تاخذ وقت على الكثير. 10 ركعات تاخذ من عندك 50 دقيقة، أقل من ساعة. أنا خلي شوية أقول أكثر، ساعة. أعطني ساعة، خذ خير الدنيا والآخرة. يا شباب، إخواني وأخواتي، يا أصحاب الحوائج الصعبة،
أنا خصوصا أخاطب أهلي وأحبابي في العراق، هذول الذين ينامون بالليل ما يدرون بكرة الصبح أبوهم يرجع بعد ما يرجع، هذول الذين ما عندهم أمان من يد أعداء الإنسانية، من يد وحوش هذه الأمة، هذول إن شاء الله في كنف الله، في حفظ الله. اعملوا بهذه الأعمال، ليس لكم إلا الله، ليس لكم وليس لنا إلا الله. تعالوا اعملوا بكلام علي بن أبي طالب. أعزائي في النجف الأشرف، أحبابي في كربلاء المقدسة، في المدن المقدسة، في الكاظمية، في سامراء، وفي أي مكان، وأنتم أحبابي وإخوتي وأخواتي في هذا البلد الطيب، تعالوا اعملوا هذه الليلة بهذا العمل من أمير المؤمنين سلام الله عليه.